السلام عليكم، عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الجزء اللي احنا هنتكلم فيه ده هو جزء مهم جدا بتسال في الانترفيو، خصوصا في المجال بتاعنا يعني. طيب خلينا كده نشوف احنا محتاجين نتكلم عن ايه النهارده. حاول ان احنا نكمل الفيديو الاخر. ان شاء الله المعلومه تكون مبسطه وتقدر انك انت تكون خارج من الفيديو فاهم الفرق ما بين المعنيين ايه. احنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها السينكرونس والايسينكرونس. احنا بنبدا نتعامل معاهم ازاي، او الجافا سكريبت بتقدر تهندل العمليه بتاعتها ازاي مع السينكرونس داتا والايسينكرونس. حلو. طيب احنا كده هنتكلم على السينكرونس. فهي الاسم بتاعها باين ان هو مزامنه، ان هو جدول مزامنه، او هي بتبقى ماشيه على تسلسل معين. طيب احنا محتاجين نكون عارفين حاجه مهمه جدا، ان الجافا سكريبت بتكون شغاله على وان ثريد. يعني ايه وان ثريد؟ وان ثريد يعني ايه؟ شغاله على سلسله واحده او متدفق واحد للداتا اللي موجوده. يعني مثلا على سبيل المثال لو جيت وريتك المثال اللي موجود قدامك ده، الجافا سكريبت هي بتكون شغاله عشان تنفذ العمليات اللي موجوده دي ورا بعض، ولكن ما عندهاش ان هي تقدر تشتغل مالتي تاسكينج. يعني بمعنى ايه؟ ان هي تشغل اكتر من حاجتين مع بعض. انت لو حتى لاحظت ان الفانكشنز بتاعتك وانت شغال مثلا هي بتبقى معتمده على كول باك، ان الفانكشن دي مش هتشتغل لما الفانكشن دي تخلص وهكذا. فهي ما تقدرش ان هي تعمل ده، او يعني هي ما تقدرش ان هي تتعامل غير بان ان الثريد بتاعها لازم يكون ماشي على مبدأ معين، ان هي في تاسكات لازم تخلص عشان تبدأ تدخل اللي بعدها. طب انت هتيجي تقول لي افرض انا وليكن مثلا في عندي كونسول دوت لوج في النص، ما قال لك لا، هي مش هتبدا ان هي تعرف تتعامل معاهم. وهنشوف بقى الكلام ده يعني هي بتقدر تهندل الحاجات دي ازاي اما بتيجي ندخل نتكلم فيها بامثله يعني. ولكن احنا حابين نبقى عارفين ان الجافا سكريبت شغال على وان ثريد. يعني وان ثريد ان هي بتشغل الفانكشنز بتاعتها، لازم كل واحده تخلص عشان تبدا تدخل على اللي بعدها. طيب يعني السينكرونس بمعنى ايه بقى؟ لو انت مثلا جيت شغال كده في عدد داتا معينه مثلا او فانكشنز معينه، وجات في فانكشن كده في النص عطلت لك الشغل بتاعك ده كله، للاسف الجافا سكريبت هنا في السينكرونس ما بتقدرش ان هي تسكيب الكلام دوت. طب ايه اللي بيحصل؟ للاسف بتفضل قاعده مستنيه لحد ما الراجل ده يخلص وبعد كده تبدا تكمل شغلها. طيب تعالى نشوف عشان نفهم اكتر برضو. فهنا مثلا على سبيل المثال اللون الاحمر اللي موجود عندك ده، دي الداتا اللي هتعطلنا. فاللي هيحصل ايه؟ ان الراجل دوت مش هيقدر يخلص غير لما يعمل ايه، او يعني مش هيقدر يدخل على الجزء اللي بعده غير لما الجزء الاحمر ده يخلص. مثلا على سبيل المثال اللي قدامك ده، دي حاجه بسيطه جدا بس نحاول ان احنا نفهم بيها الدنيا. انت عندك كونسول دوت لوج مثلا كلمه 1 و 2، وعندك فيه كده ايه زي تايم، هي فور لوب بس هتخلينا ناخد وقت شويه عشان نبدا ناخد او نلاحظ حته السينكرونس دي ازاي جافا سكريبت بتتعامل معاها. طيب وبعد كده تحتها كونسول دوت لوج وكونسول دوت لوج 4 و3 وهكذا. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي انت متوقعه ان الراجل دوت هيعمل ايه؟ بيمشي الترتيب بتاعك عادي زي ما احنا رسمناها كده في الرسمه اللي فاتت وشايفين الموضوع ما فيهوش اي مشكله. ايه اللي هيحصل؟ ان الراجل ده هيطلع 1 وهيطلع 2 وبعد كده هيقف يستنى الفور لوب لحد ما تخلص. المثال ده انا عارف ان هو مش الطف حاجه، ولكن حاجه بس ايه تفهمنا الدنيا. والمفروض اول ما الفور لوب ديت تخلص الراجل ده يبدا يطبع 3 و4. طب تعالى نشوف مثال تاني. لو انت جيت مثلا بصيت في المثال اللي زي ده، لو احنا جينا مثلا عملنا كونسول دوت لوج 1 و2 وحطينا فيه اليرت مسج في النص، مش الاليرت دي دايما بتعطل كده، بتطلع انبوت لليوزر واليوزر ده لازم يدوس اوكي عشان يبدا ان هو يكمل. دي نفس الفكره، ان الراجل ده هيطبع 1 و2 ويجي عند الاليرت ويقف، لازم يعطل. انا مستني منك ريسبونس، يا عم دوس بقى على الزرار عايز اكمل شغلي. فهي دي نفس الفكره بالظبط كده بتاعت السينكرونس. طب ما تيجي نطبق كده على الكلام دوت ونشوف. لو انا جيت هنا المثال الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه، قلنا ان احنا نعمل ايه؟ كونسول دوت لوج 1 وكونسول دوت لوج 2 وحطينا فور لوب بس ان هي تاخد شويه وقت، وبعد كده 3 و 4. عايزك تلاحظ معايا اللي هيحصل دلوقتي، ان انا لو جيت دوست انتر كده بالشكل ده، الراجل ده طبعا 1 و 2 استنى حبه. انا مش عارف انت خدت بالك منهم ولا لا. تعال نجرب تاني كده ونعمل كونسول دوت لوج ونشوف الكلام ده. هاجي اعمل كده اهو ودوست انتر، الراجل ده طبع 1 و 2. خدتوا بالكم كده من عدد الثواني اللي وقف فيها البراوزر بتاعك عبال ما كمل باقي الحاجه؟ فده اللي حصل، ان هي بتيجي عند جزء معين ولازم تستنى لما الراجل ده يخلص. طب تعالى كده نشوف المثال التاني. المثال اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي دوت، اللي هو انت عندك 2 كونسول دوت لوج وفي اليرت مسج في النص. لو انا جيت دوست اوكي كده، بص الراجل ده عمل 1 و 2 ووقف.
وبعت لك الاليرت بتاعتك فوق اهو. هو الراجل ده عمره ما هيدخل على 3 4 الا لما تعمل انت ايه؟ تعمل اوكي. عملت اوكي الراجل ده هيكمل شغله. فدي الجافا سكريبت بتقدر تتعامل مع السينكرونس بنفس الشكل، ان هي للاسف هو ده شغلها، يعني مش هتعرف تعمل اكتر من كده. طيب ده بالنسبه لو هي ماشيه في التدفق دوت او في السلسله ديت. فاحنا عايزين نبقى عارفين بقى ده السينكرونس وخلاص، احنا عرفنا الدنيا. طب ايه السينكرونس؟ الاسينكرونس كده، احنا قبل ما ندخل على الاسينكرونس عشان نتعلم الاسينكرونس في شويه حاجات كده احنا محتاجين نبقى عارفينها. زي ايه مثلا؟ انت محتاج تكون عارف ان الجافا سكريبت بتتعامل بون ثريد بس، يعني هي تدفق واحد ولازم تبقى ماشيه مع الكلام ده. واحنا عرفنا ان هي هتبقى بتعمل ايه؟ دايما لو في حاجه بتاخد وقت هي للاسف بتعطل وتقف تستناها. طيب قدام ده برضو انت محتاج تكون عارف ان هي عندها وان كول ستاك. يعني ايه كول ستاك؟ هنعرف، ودوت حاجه موجوده او نوع من انواع الداتا ستراكشر، وده لازم تكون عارفه. طيب الحاجة التالتة ان هي بتعمل حاجة في وقت واحد، من الاخر كده هي تشغل لك حاجة واحدة في وقت واحد بس. يعني انا هشغل ده واخلصه وبعد كده ادخل على اللي بعده وهكذا. ليه؟ لان احنا قلنا في الاول ان هي معتمدة على وان ثريد. طيب لو احنا جينا تعال نتكلم بقى على الكول ستاك ونفهم ايه هو الكول ستاك ده. الكول ستاك احنا قلنا ان دوت نوع من انواع الداتا ستراكشر. طيب هو بيعمل ايه؟ هو حاجة شبه الاري كده، بيخزن الداتا بتاعتك من اعلى القائمة. يعني ايه من اعلى القائمه؟ يعني من فوق. خلينا نقول كده مثلا على سبيل المثال، لو احنا مثلا واقفين وجيت انت رصيت شويه اطباق فوق بعض، اللي بيحصل انت بترص الطبق الاولاني وبترص الطبق التاني، انت بترص منين؟ من فوق صح؟ لحد ما بتوصل مثلا ل5 اطباق. حضرتك لو حبيت تسحب طبق، هل هتسحبه من تحت؟ لا، هتسحبه منين؟ من فوق. ومش هتعرف برضه تسحبه من النص صح؟ فهي الكول ستاك ماشيه بنفس المبدأ ده بالظبط. اني هي بتعمل ايه؟ وهي بتضيف الداتا بتضيفها من فوق، وهي بتسحب الداتا بتسحبها من فوق. يعني خلينا نقول كده هي ماشيه بمبدأ ايه؟ اللي يجي او اللي مثلا هيكون الاخر هو اللي يخلص الاول. طب احنا هنعرف الكلام ده وهشرحه لكم بالتفصيل. خلينا كده نشوف بس الايه؟ الجزء ده. هو حط ايه وحط بي وحط سي. لو هيجي يسحب داتا بيخلصها او بتخلص من الكول ستاك ازاي؟ سي بي اي. فده اللي بيحصل ان الراجل ده بيعمل ايه؟ بيحط الداتا من اعلى القائمه وبيسحب برضه من اعلى القائمه. فده احنا بنسميه كونسبت كده اسمه ليفو. طيب ليفو ده اختصار للاست ان فيرست اوت، يعني اللي هيجي الاخر هيخلص الاول. بمعنى ايه؟ بمعنى نفس الفكره اللي احنا شفناها دلوقتي كده، اللي جه الاخر فعلا اللي هو السي هو اللي خلص الاول. فده اللي بيحصل بالظبط. طيب احنا عايزين نفهم الموضوع اكتر بقى. لو انا جيت مثلا وريتك الامثله او المثال اللي موجود عندك ده عندنا مثلا فانكشن كده اسمها sum، دي بتجمع شويه ارقام. وعندنا فانكشن تانية بتجيب الافريج. ايا كان بقى كل الكلام اللي موجود جوه ده ما يفرقش معايا، غير ان احنا بس عايزين نبقى فاهمين الفكره. طيب وبعد كده عندي فانكشن تانية معتمده على الافريج اللي موجود فوق والكونسول دوت لوج، وبعد كده انا بقول الفانكشن اللي اسمها جيت افريج. طب اللي حصل هنا ايه؟ ان احنا قلنا ان الجيت افريج دي اول حاجه مثلا هتبتدي ان انت تحطها في الستاك. فدي بدأت أول واحدة تروح للستاك بالمنظر اللي أنت شايفه ده. طيب بعد كده هتندى على الفانكشن اللي اسمها الافريج، وبعد كده عندنا فانكشن تانية اسمها sum. ولكن فانكشن السم هي فانكشن بتريتيرن رقم من الاخر كده، هي مش بتاعت حوارات، هي هتجمع لك رقمين وهتطلع لك ناتج. فاحنا خلينا نقول كده ان الفانكشن دي خلصت العمليه او دخلت في الستاك وخلصت الريتيرن بتاعها وطلعت من الستاك. طيب وايه اللي حصل بعد كده؟ ان انت الريتيرن بتاع الصم ده هو معتمد عليه الفانكشن بتاعت الافريج. يعني انت لو خدت بالك كده هتلاقي ان الافريج بتريتيرن فانكشن الصم اصلا، فكده كده هي راجعه له برقم. فبرضه فانكشن الافريج هي نفس الفكره، بتريتيرن رقم. فبرضه هتعمل ايه؟ هي دخلت الستاك وخرجت منه. ليه؟ لان اتنفذت. اصبح دلوقتي احنا عندنا الفانكشن الاخيره بتاعت الجيت افريج صح؟ طيب فانكشن الجيت افريج دي فيها ايه؟ قالك فانكشن الجيت افريج فيها كونسول دوت لوج للاكس. حلو قوي. يعني الاكس دلوقتي تبتدي تدخل بقى للستاك بتاعك، وهي بتطلع ناتج او بتطبع لي ناتج في الكونسول. فبرضو نفس الفكره، هتعمل ايه؟ هتخلص الناتج بتاعها وتخرج من الستاك بالمنظر ده. وكده يعتبر الفانكشن بتاعت الجيت افريج خلصت مهمتها، وهي اخر واحده، هي اول واحده دخلت واخر واحده خرجت. لكن مبدأ ليفو بيقول لك ايه؟ لاست ان فيرست اوت، يعني اللي هيدخل الاخر هو اللي هيخلص الاول. وده اللي احنا شفناه، ان الفانكشن بتاعت الصم كانت هي اول فانكشن دخلت، وهي هي قصدي اخر فانكشن دخلت وهي اول فانكشن خلصت. فدي نفس الفكره، ان الراجل ده عمل ايه؟ خلص برضه مهمته وخرج من الاستاك. ودي
كده فكره الستاك بالعموم قبل ما نبدا ندخل في الاسynchronous. طيب ايه الاسynchronous دي؟ قال لك بقى بص بقى الاسynchronous دي او مثلا جافا سكريبت بتقدر تتعامل ازاي مع الداتا الاسynchronous. الداتا الاسynchronous دي اللي بتاخد وقت كبير زي الاي بي اي، زي مثلا الاجاكس، يعني اللي هو المبدا بتاع الاجاكس، الدوم، الست تايم اوت، الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي اسynchronous بتقدر ان هي تعمل ايه، تاخد وقت كده او فتره زمنيه لحد ما تخلص. ولكن الجافا سكريبت بتقدر تهندل العمليه دي ازاي بقى؟ قال لك بص، لما هي بتيجي تتعامل مع داتا زي ديت وتلاقي ان الداتا بتاعتها دي هتاخد وقت تسكيب الداتا دي، طب بتعمل ايه بقى في الحاجات ديت؟ يعني مثلا الداتا اللي لونها احمر دي اللي هي معطلانه اصلا من الاول، بتعمل فيها ايه؟ قال لك ان الجافا سكريبت بتقوم واخده الداتا اللي بتاخد وقت دي وتسحبها كده في حته على جنب، احنا مش عايزين نعرف عنها اي حاجه دلوقتي، ولكن بتكمل شغلها عادي جدا، وتقوم واخده الجزء الاحمر ده ركناه على جنب. طب ركناه على جنب موديه فين؟ هنعرف كل دوت بالتفصيل. فهو ده اللي حصل بالظبط، ان هي كملت شغلها عادي جدا ونقلت الداتا اللي بتاخد وقت دي في جزء تاني كده هنبدأ نتعلمه. طيب فاحنا كده خلينا متفقين الاسynchronous هي مش بتعتمد حتة ان الوقت ده هياخد معايا وقت او الداتا دي هتاخد معايا وقت فانا مش هكمل شغلي غير لما اخلص. لا، تعالى يا باشا انا هركنك على جنب وهديك كونسبت كده او هديك مكان انت شغال فيه، خلص براحتك وبعد كده انا هبقى ارجع لك. طيب تعالى نشوف عشان نفهم اكتر. مثلا على سبيل المثال المثال اللي قدامنا ده مثال صغير جدا. احنا عندنا console.log وست تايم اوت وست تايم اوت تانية وست تايم اوت تالتة، الفرق بس في الديوريشن بتاعهم ان ده بياخد 0 وده بياخد 10 وده بياخد 30، كل ده بالملي سكند. طيب طبعا كونسبت الستاك احنا كده كده فهمنا الفكره بتاعت الستاك، وهو بتبقى طريقه تخزين الداتا بتاعتي او ده نوع من الداتا ستراكشر، وفهمنا الفكره بتاعته. طيب احنا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ او اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، الداتا اللي هي اللي بتاخد وقت زي الست تايم اوت دي هتروح فين؟ قال لك احنا بقى بنبدا هنا نشوف، او دي بتبقى مهمه البراوزر نفسه عن طريق حاجه اسمها ويب اي بي اي. الويب اي بي اي ده هو اللي بيقدر يهندل العمليه اللي بتاخد وقت زي الست تايم اوتس، زي الاجاكس، زي الدوم، زي الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي من ضمن الداتا اللي بتبدا او بيبدا البراوزر هو اللي يهندل الكلام ده. طب ما تيجي كده عشان نفهم واحده واحده. احنا المفروض دلوقتي عرفنا ان احنا عندنا في حاجه اسمها ويب اي بي اي والستاك، وعندنا دلوقتي الجزء الكونسول والمثال اللي موجود قدامنا ده. في بقى حاجه ثالثه كده ظهرت لنا اسمها التاسك كيو. التاسك كيو دي برضو حاجه موجوده في الداتا ستراكشر، فاحنا عايزين نعرف ايه بقى مهمه الناس دي كلها وايه الرابطه دي كلها والناس دي بتعمل ايه. طيب فاحنا لو جينا مثلا قلنا ان هلو نام 1 ديت هتعمل ايه؟ هتدخل صح؟ طيب خلينا بس احنا عايزين نبقى فاهمين جزئيه كده معينه، ايه الفكره بتاعت التاسك كيو او دي بتعمل ايه. التاسك كيو ديت هي اللي هتقدر تهندل لي الداتا اللي واخده الوقت ما بينها وما بين دورها اللي هيدخل في الستاك. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الداتا اللي في الويب اي بي اي دي انا بسحب كل الداتا اللي هتاخد وقت في الويب اي بي اي. حلو. التاسك كيو هي اللي هتبدا ترتب لي الداتا اللي هتخلص من الاي بي اي او الويب اي بي اي، اللي هتخلص اللي هتبدا تتنقل للستاك. طب مين اللي بيقوم بالعمليه دي؟ قال لك اللي بيقوم بالعمليه دي حد كده اسمه ايفنت لوب، وده برضو لازم تكون عارف دوره جامد جدا. ايه الايفنت لوب ده؟ قال لك الايفنت لوب ده خلينا كده نقول ان هو ده الحارس اللي هيكون مسؤول عن البوابه اللي هتعدي من التاسك كيو للستاك. هو ده اللي هيكون مسؤول، خلينا نقول ان هو الجارد، هو ده الحارس اللي هيكون مسؤول عن الداتا اللي هتعدي من التاسك كيو للستاك نفسها. طيب ما تيجي كده نبدا بقى نخش في الموضوع عشان نفهم اكتر. لو احنا جينا افترضنا مثلا ان console.log دي فانكشن او دي انا هطبع داتا فما فيهاش اي حاجه ولا هتاخد وقت ولا اي حاجه جدا، فاللي هيحصل ان هي تروح في الستاك زي ما انت شايف كده بالظبط. طيب هي المفروض هتدخل في الستاك فمهمتها انتهت خلاص، هي دخلت فاتطبعت، فهتروح للكونسول وتخرج من الستاك زي ما احنا شفنا بالظبط كده. طيب وبعد كده بقى هتيجي تقابل بقى الداتا اللي هي بتاخد وقت زي الست تايم اوت كده. انت عندك واحده 30 ملي سكند وواحده 10 ملي سكند وواحده 0 ملي سكند. اللي هيحصل ان الراجل ده هيقوم واخد ال 30 ملي سكند ويوديها في الويب اي بي اي، وبعد كده ياخد ايه اللي هي ال 10 ملي سكند يوديها برضو هي كمان في الويب اي بي اي، وبعد كده ياخد اللي هي الزيرو ملي سكند ويوديها الاي بي اي. طيب وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ قالك ان الراجل ده بيكمل طريقه عادي جدا ولا اكنه شاف الداتا اللي على جنب دي، ولكن عشان تكون فاهم الداتا في الويب اي بي اي شغاله بشكل
زي ما نقول كده متوازي مع نفس او مع الستاك نفسه او مع يعني الداتا اللي شغاله. مش ان هو قاعد مستني، لا ده هو شغال وهيبدا يتنقل للمرحله بتاعت الكيو، هنشوف ده. طيب فاللي هيحصل دلوقتي ان الراجل ده هيعمل ايه؟ هيبدا ان هو يتنقل من الويب اي بي اي للتاسك كيو. طب ازاي؟ هتيجي تقول لي كده لو انا بصيت كده بعيني، الست تايم اوت اللي هي 0 ملي سكند اكيد دي اول واحده تخلص صح؟ فيبقى هي اول واحده كده هتدخل الكيو صح كده؟ يبقى احنا كده لغايه النهارده او لغايه دلوقتي احنا اتفقنا ان دلوقتي ايه اللي حصل؟ ان هي الويب اي بي اي هي اللي بتنقل الداتا للتاسك كيو بناء على التايمز بتاعتها او على التايم بتاعها اللي هيخلص فيه. فاحنا شفنا اللي هي كانت الست تايم اوت اللي بزيرو ملي سكند هي اول واحده خلصت. وبعد كده انت هتلاقي ال 30 اللي هي ال10 الست تايم اوت اللي واخده 10 ملي سكند هي يعتبر تاني واحده هتخلص بعده، فهي اللي هتدخل برضو في التاسك كيو. طيب والست تايم اوت اللي هي ب 30 هي خلاص اخر واحده، فتبدا ان هي تدخل التاسك كيو. التاسك كيو هنا لو حد لاحظ ان التاسك كيو هي ماشيه بكونسبت زي الستاك بالظبط. احنا الكونسبت بتاع الستاك بنسميه ليفو اللي هو لاست ان فيرست اوت. التاسك كيو ماشيه بكونسبت تاني اسمه فيفو اللي هو فيرست ان فيرست اوت. ممكن تكون المسميات هي فيها شويه كوميدي، ولكن هي فعلا يعني احنا بنحط الاختصارات بحيث ان ايه تبقى فاهم الفكره بتاعتها وتقدر تحفظ الاسم بتاعها يعني. فبيقول لك ان هنا اللي بيدخل الاول بيخرج الاول، فده فعلا اللي احنا شفناه لان هي كده كده الزيرو ملي سكند اكيد هي اول واحده دخلت الكيو وهي اول واحده اكيد هتخرج يعني هتخرج للستاك. طيب فالراجل ده هندل الجزء اللي احنا شفناه في الويب اي بي اي ونقل الداتا للتاسك كيو، وبعد كده بقى يبدا يروح يكمل شغله اللي موجود هنا. فيبدا بقى يروح يشوف ايه اللي بعد الزيرو ملي سكند، ايه ده فيها اللو كمان، يلا يا عم وديها الستاك، وبعد الستاك بتخرج من الستاك وتطلع لي في الكونسول لوج. لحد هنا احنا الدنيا تمام جدا. طيب بعد كده بقى اللي قلنا اللي بيبدا ينظم العمليه او اللي بيبدا او الحارس اللي بيكون مسؤول عن البوابه اللي هتحرك الداتا من الستاك او من الكيو للستاك هو مين؟ الايفنت لوب. طيب فالايفنت لوب ببساطه كده هيشوف مين الاول عندي اللي هو كول باك 1 اللي هو كانت اول واحده داخله اللي هي نم 4 اللي هي بزيرو ملي سكند. فيلا تعالي اوديك الستاك، وبعد ما تروحي الستاك خلاص انت خلصت شغلك، اطلعي من هنا ورقم 2 هتيجي مكانك. وبعد كده نعمل ايه؟ واحد دي بقى خلص شغلها ان الستاك تبدا ان هي تعمل ايه؟ تخرج بالشكل ده. مش انت خلصتي خلاص اطلعي. طب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ قالك بعد كده اللي عليه الدور مين؟ 2 يلا كول باك 2 تبدا تروح الستاك عشان تشوف مطلوب منها ايه، فتبدا تطلع لي في الكونسول دوت لوج. وبعد كده 3 تدخل في الستاك، خلصت شغلك 3 يلا اطلعي منين؟ من الستاك وطلعي لي الناتج بتاعك في الكونسول دوت لوج. وده الناتج النهائي اللي احنا هنشوفه ان الراجل ده عمل ايه؟ طلع هلو نم 1 وهلو نم 5 اللي هما الاثنين كونسول دوت لوج، وبعد كده حط الداتا دي على جنب اللي هي اللي هتاخد وقت. المفروض يطلع 4 ويطلع 3 ويطلع 2 زي ما احنا شايفين كده بالظبط. فده دور الايفنت لوب، وهو من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بتتسال في الانترفيو لازم تكون انت عارفها. فده ببساطة كده درس النهاردة. اتمنى ان شاء الله يكون او اكون قدرت اوصل المعلومة بشكل مبسط جدا. الجزء ده مهم حقيقي جدا، لازم نكون مركزين فيه قوي. لو الفيديو عجبك اتمنى منك انك انت تعمل لايك وتعمل شير عشان تقدر تفيد عدد كبير من الناس، واعمل كومنت كده جميل صلي فيه على النبي وقول لي رايك ايه في الفيديو. لو عندك اي كومنت برضو انا مرحب جدا بالكومنتس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.